ايه رأيك لو قلتلك انك عادة واحدة تعملها مرة بس في الاسبوع هتغير حياتك كلها؟ مجرد حاجة واحدة بسيطة. هتكتب عندك 10 أسئلة وكل أسبوع ترد عليهم بينك وبين نفسك. صدقني حياتك هتتغير تماما. أول سؤال: أنا فخور بإيه عملته الأسبوع ده؟ أكيد عملت حاجة إن شاء الله واحدة صغيرة تخليك تتبسط وفخور بنفسك بيها. اكتبها. السؤال التاني: إيه أكتر حاجة اتعلمتها عن نفسي؟ انت لو ركزت مع نفسك طول الاسبوع او ان شاء الله حتى في الوقت بتاع الفراغ ده هتلاقي نفسك بتكتشف نفسك بطريقة جديدة. فاكتب حاجة واحدة بس اتعلمتها عن نفسك جديدة. السؤال الثالث: هل انا طول الاسبوع ده قضيت وقت مع ناس بحبهم؟ ان شاء الله حد واحد بس، مامتي، بابايا، حد من اصحابي، اديتهم من وقتي وقعدت معاهم شوية. السؤال الرابع: اهتميت بصحتي النفسية والجسدية؟ يعني اديت لنفسي وقت، روقت على نفسي، هديت نفسي. لو انا متضايق او متعصب قعدت كده وركزت انا ايه اللي مضايقني وخدت بالي من نفسي. عملت كوبايه شاي وقعدت في البلكونه وروقت على حالي، نزلت غيرت جو. اي حاجه كده ظبطتني نفسيا او عضويا. انا لو كنت تعبان الاسبوع ده رحت للدكتور واهتميت وخدت ادويه، ولا اتشغلت والشغل خدني والحياه خدتني، او رحت للدكتور وما خدتش ادويتي. السؤال الخامس: ايه موقف الاسبوع ده حصل ضحكني من قلبي؟ وده هيبقى احلى سؤال عشان وانت بتكتب الموقف هتلاقي نفسك بتضحك من قلبك مرة تانية. السؤال السادس: ايه حصل الاسبوع ده ضايقني او وترني وانا ما عالجتش المشكلة دي؟ لو وصلت للسؤال ده انت هتعرف ايه موترك طول الاسبوع ومخليك عصبي او مش مظبط وانت مش واخد بالك. لان ساعات مواقف بتمر بينا بتضايقنا وبتوترنا وبتعصبنا، بس بنتجاهلها وننساها وما بنركزش معاها، لكن بيفضل اثرها جوانا وبنفضل متوترين طول الاسبوع وطول الوقت. لما توصل للسؤال ده هتعرف كويس ايه اللي وترك وهتعرف تتخلص منه، فهتبدأ اسبوع فريش اكتر. رقم 7: انت الاسبوع ده ساعدت حد من غير مقابل؟ مش شرط تكون ساعدته بفلوس، ساعدته بان انت سمعته، كان عايز حد يسمعه فقعدت سمعته، او ساعدته في الشغل، او ساعدته في انه يشيل حاجة. عملت اي حاجة تساعد اي حد. رقم 8: ايه كان في الاسبوع ده ممكن اعمله احسن؟ ايه حاسس ان انا ما كنتش احسن حاجة فيه، او كان نفسي ان انا اعمله وما عملتوش؟ رقم 9: ايه حاجة حصلت حسستني بالامتنان؟ عايزين نتعلم ان احنا يبقى عندنا امتنان، ان احنا نركز مع حاجات بسيطة. مش هقولك نص الكوباية المليان، بص على تنتوفة الكوباية المليانة. اي حاجة صغيرة قد كده ابقى ممتن ليها، ابقى بشكر ربنا عليها، ابقى بحمد ربنا عليها، ابقى بشكر ربنا ان الناس دول في حياتي وساعدوني، ابقى بشكر ربنا ان الرزق ده جالي، او ان انا كان في مصيبة هقع فيها وربنا سترها. ما مش كل الامتنان لازم برزق، ممكن يبقى الرزق مجرد ان كان في خطر وبعد عني. ركز في الامتنان، ويا ريت تعمل ده طول الاسبوع مش في السؤال ده بس. ورقم 10: حط هدف صغير للاسبوع اللي جاي، حاجة جديدة انت عايز تحققها او عايز تعملها. لو انت عامل حسابك ان الموضوع ده بقى عادة عندك وبقيت بتعمله كل اسبوع وكل اسبوع بترد على 10 اسئلة، انا بقولك هيغير حياتك عشان سبب واحد بس. مش علشان انت هتفهم نفسك اكتر، ولا علشان هتبقى مبسوط وهتركز مع نفسك وهتركز مع الحاجات الحلوة اللي بتحصل لك وانت مش حاسس، لكن عشان هتلاقي نفسك طول الاسبوع مركز في كل التفاصيل وبتحاول تعمل حاجات حلوة قوي. ولو نسيت تساعد حد هتساعده، ولو نسيت تشكر ربنا على حاجة هتشكره، علشان عايز تيجي اخر الاسبوع لما تكتب ال10 اسئلة تلاقي ردود تردها، وتلاقي ردود حلوة احلى من الاسبوع اللي فات. العادة دي هتخليك تقيم نفسك وهتخليك رقيب على نفسك، مش محتاج رقيب عليك. وكل ما تبص على الورقة دي كل اسبوع هتبقى حافز ليك اكتر. انت عايز الاسبوع اللي بعده تبقى احسن، والاسبوع اللي بعده تعمل حاجات اجدد وما حصلتش قبل كده عشان تبقى احسن. كل ما ده هتحسسك قد ايه انت بتتطور وقد ايه شخصيتك بتفرق، فهتفرح بنفسك اكتر وتتحفز اكتر واكتر.